الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، العبد المؤيد الرسول الأمجد أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى أختك العقيل زينب. السلام على فخر المخدرات. السلام على زينب 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 يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا إن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل فمن. الله أكبر يا زينب. وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا، إن عسعس الليل وأرى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا. الله أكبر يا زينب. هاي زينب فخر المخدرات، تدعو ما حد يستجيب لها. تخيل زينب اللي ما طالعة من باب الدار. عمر بن سعد لعنة الله عليه يقول كنا نسمع أن لعلي بن أبي طالب بنت اسمها زينب، ما شايفين زينب. ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوى. يا
عسى الليل وأرى بذل وجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. تخيل لزينب بذلك المنظر عندما أدخلوها على قصر الطاغية واللعين، تذكرت العباس، تذكرت خدرها، صاحت زينب أنا مشيت بدروب العسيرة، وديرة قامت تبشر بديرة. أنا مشيت بدروب العسيرة، العسيرة، وديرة قامت تبشر بديرة. شكو صار والله أخت عباس، أخت عباس جابوها أسيرة، وأنا الوجه بعد المناديرة، أنا لا أخ عند ولا عشيرة، أنا لا أخ عند ولا أريد الونس زينب كلنا شباب، شوف شباب قاعدين في المجلس. أنا لا أخ عند ولا عشيرة، أنا لا أخ عند ولا عشيرة. بعد توصف الحالة للإمام العباس، توصف الحالة. شو تقول له؟ تقول له يا أخوي أحبال شدوهن بدي ينادون بشماته يلسبي. الله أكبر. يا أخوي أحبال شدوهن بدي وينادون بشماته يلسبي. بعد ايش سوى؟ تقول له اخويا وجر بيده التراج من رقيه من رقيه. الله اكبر. والله وجر بيده التراج من رقيه تصيح حاه عم والد وين، تصيح حاه عم والدي وين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا حق محمد وآل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أطيروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد 3 مرات وبأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة المظلومة زينب عليها السلام. زينب عانت ما عانت بعد الحسين. تخيل امرأة، شوية الكثير مواجعك، تخيل امرأة من بلدة إلى بلدة، من ديرة إلى ديرة، مكان يسلمها المكان، بلدة تسلمها البلدة، ومو رايحة فرد أمر هين يعني. ما رايح هسه اليوم واحد مني يروح له بسيارة مرتاح، وين ما يريد يسافر خي يسافر بطيارة مرتاح. زينب ضعن كامل بالصحراء والضروب والسياط، وفوق هذا إلها مسؤولية كبيرة اللي هي حماية الضعن. هذا الضعن اللي خلاه الحسين، حماية هذا الضعن وصلته للشام، ومن الشام عادت به إلى كربلاء، من كربلاء إلى المدينة. حماية هذا الضعن تكفل زينب عليها السلام.
السلام على الكفيلة أخت الكفيل زينب عليها السلام متكفلة. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وخطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأنبياء عندما يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى ويقومون بذلك التبليغ، يقومون بذلك التبليغ من دون مقابل، من دون أجر. يعني ما سمعنا احنا في يوم نبي من الأنبياء بلغ فرد أمر معين من رسالة من رسالات الله عز وجل، وقال أنا أريد حق على هذه الرسالة اللي بلغتها. شلون؟ اكو دليل؟ لو ماكو دليل انه الانبياء ما ياخذون اجر. اكو دليل. عندنا 5 انبياء في سورة الشعراء لديهم آية يتحدون بهذه الآية: شعيب ونوح وهود ولوط وصالح. 5 أماكن في سورة الشعراء لهم آية قرآنية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زين، النبي محمد من ضمن الأنبياء؟ لا، مش من ضمن الأنبياء، من ضمن الأنبياء وخاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، والله سبحانه وتعالى فضله على جميع الأنبياء. زين، النبي يطلب أجر على تبليغ رسالته وهو سيد الأنبياء؟ لو لا، أكو غير كلام. عندنا آية قرآنية رسول الله صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. زين، توك طلبت أجر، توك طلبت أجر. المودة في القربى مو أجر طلبة على الرسالة؟ صحيح هذا أجر. زين، أنت بنفس الآية القرآنية الثانية تقول أنا وما أنا من المتكلفين. زين، هنا أنا أجر وهنا ما تريد أجر. وضح لنا السالفة شنو. هاي الشبهة لازم تتوضح. احنا ما تطرح شبهات، مرات نلقى هاي الشبهات إلها جواب من خلال قواعد، نطبق هاي القواعد ونطلع جواب إلى هذه الشبهات. مرات نلقى أحاديث تجاوب على هاي الشبهات. مرات نلقى آيات قرآنية تجاوب على هاي الشبهات. من الآيات القرآنية اللي تجاوب على هذه الشبهة: بسم الله الرحمن الرحيم ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. هسه شو تبين؟ تبين الأجر إلى الرسول لو إلنا ما سألتكم من أجر إلكم. هذا الأجر أنا سألتكم على هذا الأجر، هذا الأجر إلكم وأنا أجري على الله سبحانه وتعالى. شنو الأجر اللي سألنا به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ سألنا الأجر هي المودة في القربى، الفائدة من المودة في القربى للمسلمين وليست للنبي. النبي ما حاجة فائدة، هو بعد سيد الكونين. الله فضل على سائر المخلوقات. على أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، عندما جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي قال له: يا رسول الله ما أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ قال له: يا جابر أول شيء خلقه الله سبحانه هو نور نبيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه عرفنا انه الفائدة من القربى للنبي لو إلنا فواجب ان نتمسك بهاي القربى. ليش؟ وردت، احنا ما ناخذ فقط بالقرآن، عكس ابناء العامة. ابناء العامة شو يسوون؟ ياخذون فقط في القرآن. زين، اسألك بالله، القرآن وحده بالمجمل يكفي؟ ما يكفي. الامام علي يقول ان للقرآن بطون 60 بطنا، عفوا 60 بطنا، وعلى تخومه تخوم، وإلى أن يعدد مسالك للقرآن الكريم. وحده ما يكفي بالمجمل. أكو عدل لهذا القرآن. عدل هذا القرآن هم
آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم عدل لهذا القرآن. القرآن إذا إجانا من آل محمد نصدق به. هذا الفرق اللي يفرقنا، هذا الفرق اللي يفصلنا عن الصوفية. الصوفية فتحوا باب التأويل على مصراعي، على مصراعي فتحوا باب التأويل من دون دليل. قرأ الآية عجبته، إيه شلون هذا اللي طريفة يقول الله ما حرم الخمر بالقرآن، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية تؤجرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة لتعليل فرج صاحب العصر والزمان بأعلى منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان هذا يقول الله ما حرم الخمر بالقرآن. يا بش نحن ما حرم الخمر، عندك دليل؟ يقول عندي آية قرآنية. قلت له اللهم صل على محمد وآل محمد. عندك آية قرآنية واحنا ما لو انت لو الله منزلها عليك وضامها انت، لو بعد النبي صارت ثغرة وانت استلمت هاي الآية من عنده، لو من اللي حرق اللي اكلهن الداجن مال اللي يسمونها امنا اللي حرقهن الداجن، واحدة من الاثنين. اكلهن عفوا، اللي اكلهن الداجن هي واحدة من الاثنين. لو انت ماخذهن منك وقبل لا ياكلهن انت سللت لك ورقة وقريتها. قال لا، الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، فقط في الصلاة. هذا منين اتخذه؟ منين اخذه؟ منين استوحى؟ هذا استوحى من ظاهر القرآن. قال لك لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، هي يعني خلاص ما عندنا، فقط لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الباقي الخمر عادي، انت اشرب خمر اعاذنا واعاذكم الله. ووراها بعد شو تسوي؟ من تجيك الصلاة انت اسبح وتنشاط وصير بوعيك واستقبل القبلة. هاي من احدى المصائب اللي والله لحد الان يتخذون هاي المصائب. لحد الان هاي الاعذار يتخذوها ويخلوها غطاء علما لسلاحهم، سلاحهم اللي هو بشع. والله انتم الموامنه شويه زودتوها ويانا، كلش زودتوها ويانا. حرمت انا محرم عم القران مالتي. الله سبحانه وتعالى يحرم الخمر، انا ايش علي بحرم الخمر؟ فهذا يتخذون غطاء. هذا بسبب ماذا؟ هذا بسبب عدم الاخذ من اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، والاخذ بظاهر الكلام، الاخذ بظاهر الكلام. وهذا اللي يخلفنا عن ابناء العامه اللي هم يغسلون ارجلهم ما يمسحون. فامسحوا برؤوسكم وارجلكم. يقول لك هاي الواو عاطفه على الغسل فاغسلوا. عدم تفسير ترى مصيبه من المصائب اللي حاطينها هم. هاي الواو يقول لك عاطفه، يابا بدليل. يقول لك هي هاي اللغه، يابا اريد دليل لغوي، يكون دليل لغوي اتمسك به حتى شويه اشتد، حتى شويه اذا انتم صحيح اصير وياكم. هاي اذا كنتم صحيح، اذا انتم صحيح اصير وياكم. هذا العلم، هذا الموجود. ياخذون القران حسب مفهومهم الشخصي. اليوم شلون واحد تعجبه السالفه يسمعها، ما تعجبه يطنش عليها، ما لو ينقلب اطرش، ثواني قليله ينقلب من يلقط صوت النمله الى وين؟ الى ان اطرش. فهذا الخلل اللي يفرقنا، ويكون هذا نتمسك به، نتمسك بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نتمسك بهم بالقرآن، بالأحاديث، بالتعليمات، بالأخلاق، وخاصة الأخلاق. أنا شوية أطلع عن البحث يعني عندي فرصة، خاصة بالأخلاق. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين موجود، الدين موجود هو، ولكن يتمم ماذا؟ يتمم مكارم الأخلاق. الدين الله حافظه، الله سبحانه وتعالى حافظ الدين، حافظ القرآن، ولكن اكو ثغرة الأخلاق هاي انفقدت. رسول الله صلى الله عليه وآله اجى يتمم ويسد هذه الثغرة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ترى مو صعبة الإنسان إذا شوية يتحلى بأخلاق حميدة، أبدا مو صعبة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول 3 إذا تلتزم بهن أنت شوية تتحسن أخلاقك إلى
مراتب، التزم بهن ولو فترة، التزم يعني، حاول اذنب وارجع، اذنب وارجع، اذنب وارجع، ترى باب التوبة ما مغلق، مفتوح. ايش قد ما تذنب، ايش قد ما تخطأ، ايش قد انت ترجع، لابد ان ترجع الى الله سبحانه وتعالى. فالامام الصادق يقول 3 اشياء اذا التزمنا بهن راح نحصل على الاخلاق، اللي هي ان تقابل اخوك بوجه بشوش، كون تقابل اخوك، مو تقابله بوجه معبس ما يطر الموس، ما ادري شنو، تقول عندك فاتحه وجاي جناز، وان شنو تعفو عن من ظلمك، وان تصل رحمك. لان ال3 شويه التزم بيهن انت راح تعلى، شويه اضغط على نفسك، شويه اضغط على الكبرياء، شويه اضغط على هاي النفس الاماره بالسوء، ذن ال3 اذا التزمت بيهن راح تعلى اخلاقك. الأولى هي أن تلاقي أخيك بوجه بشر. أنا عجيب يعني والله العظيم، مرات أكو واحد تفرح بشوفته هيك من الله سبحانه وتعالى، تفرح بشوفته، ومرات إذا طب عليك أو لا هلا ولا مرحبا، هاي جاي هاي ليش؟ وجهه ما يبشر بخير أصلا، ما أدري شلون. صلة الرحم الأمر الثاني، ترى صلة الرحم مو شغلة هينة يعني. اليوم اللي يقطع بوالده، بوالدته، بأخوه، بابن عمه، بابن خاله، صلة الرحم اللي عندك. أنا هاي الرواية ذاكرها وأذكرها كل ما أصعد على المنبر، كل ما أصعد. ليش؟ ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الرحم متعلقة بساق العرش. تدري شو تخاطب الله سبحانه وتعالى؟ تقول له إلهي صل من وصلني واقطع من قطعني. كل ما أصعد على المنبر أذكره، وخليها نصب عينك هذه الرواية. ليش؟ لأن أنت إذا هسه مرة اجى شخص على النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، قال له يا نبي الله أنا أريد لرزق، أنا فقير مليت بعد من الفقر، حاجة وما عندي بعد، حتى سقف ما عندي. قال له أنا راح أدعي الله. دعا الله سبحانه وتعالى، قال له يا موسى، يا عيسى عفوا، سوف أرزقه سنة، وراح أعطيه فقر سنة يعيش بها. هن عنده 2 بالحياة ذني، هذن 2 يعيش. يريد السنة الأولى رزق، لو السنة الثانية رزق، والسنة الأولى فقر. اجى النبي عيسى إلى هذا الرجل، قال له الله سبحانه وتعالى يقول لك هيك وهيك، تريد السنة الأولى فقر لو رزق، لو السنة الثانية فقر لو رزق؟ قال له والله السنة الأولى أريدها رزق، وخلنا نشوف بركة الله يفتحها علينا، هي بقيت له 2 بالحياة. فهذا الله در علي أموال، در يعني ما قام علي القواني تطشر فلوس ما يدري منين، بعد الله سبحانه وتعالى يرزق له واحد، مو فرد واحد متسلط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. در علي رزق ما لا يعد ولا يحصى. ايش سوى هذا؟ ما ظل قاعد، لا، كل أرحامه اللي عنده، كل أرحامه اللي عنده، اللي تعبان ساعده، اللي مريض أخذ عالجه، اللي ما عنده بيت اشترى له بيت. ايش سوى؟ بنى مضيف على الشارع. يابا ليش بنيت مضيف؟ والله أنا خاف فد يوم من الأيام تنقطع بي الحياة، وأنا ساعدت هواي ناس عاد يردوا لي شوية من الجميل. خلصت السنة، هذا أغنى الأغنياء، خلصت السنة هذا ما أفلس، السنة الثانية ما أفلس، السنة الثالثة ما أفلس، بس هذا دأبه أن يساعد الناس، ولا ابن عمه، ابن خاله، صديقه، جيرانه. صلة الرحم ما متعلقة بابن عمك وابن خالك بس، جيرانك، صديقك، كل هاي صلة الرحم كلها تحسب يوم القيامة. اجى للنبي قال له يا نبي الله صارت 3 سنوات 4 أنا بعدني، الله قال لي سنة وأفقرك أعطيك فقر. هذا هم تعجب النبي، الله من يوعد يصدق بوعده. خاطب الله سبحانه وتعالى قال له إلهي سنة، قلت له وصار له 3 سنوات 4 هذا ياكل بالأنعام وما صار نوبة، صار أغنى بعد يزيد الثروة مالته. قال له اعلم يا موسى أني عندما أعطيته الأموال ما اقتصرها على نفسه. ايش سوى؟
ساعد اخوانه، ساعد اصدقائه، ساعد ولد عمه، ساعد ولد خاله، ساعد ابو امه، ما اقتصر الاموال على نفسه، وصل الرحم بهذه الاموال، فانا مددت الرزق لهذا. الله سبحانه وتعالى اشتط لئن شكرتم لأزيدنكم. مو واحد الله يبكي ما ادري شنو السالفه، ما ادري اكو شيء معه يبكي، هو فلوسه متلتله وعاصرهن على نفسه، واذا جاء واحد مجدي يبكي ما ادري شنو السالفه. اذا اجا واحد سائل يلطم ويدق وينوح، عبالك راح يعطيه 3 مليارات، هو راح يعطيه 1000. هاي الناس ما اعرف الى اين تريد توصل بعد. اكو فرد كلمه، الله شاهد انا اتابع مسلسل اسمها البهلول على برنامج الفيسبوك. البهلول عنده كلمة كلش حلوة والله، يقول لو نظر أهل القصور إلى القبور لهانت الأمور. وين تريد توصل بعد؟ أموالك مذخرها علما خازنها، علما هاي الأموال خازنها بعد. أنت التزم بأحاديث أهل البيت، التزم بالقرآن، اتحلى بأخلاق حميدة، صل الرحم، هذا اللي تحتاجه. أكو غيرهن؟ أكو غيرهن بعد؟ أخوش يجاوب. أكو غيرهن؟ ما عندنا غيرهن. تلتزم بالقرآن، تلتزم بأحاديث أهل البيت، تلتزم بالأخلاق، خلاص نجيت بعد انت. الأمر الثالث مو من الرواية، الأمر الثالث اللي أريد أقوله هسه، اتجهنا إلى القرآن، اتجهنا إلى الأحاديث أنت تلتزم بها. الأمر الثالث هي مجالس الحسين. الله أكبر، ما أعظم مجالس الحسين. أنا أتمنى من كل واحد يقرأ له فرد ورقة واحدة على مجالس الحسين، على البكاء على الحسين، على اللي يلطم على الحسين، على اللي يقيم مجلس على الحسين. أتمنى ورقة والله، ما تأخذ من وقتك، ورقة احفظها، أحاديث، ورقة احفظها على مجالس الحسين. تدري الإمام الصادق شو يقول؟ يقول من بكى على الحسين مقدار جناح الذبابة. إيش قد صغير؟ توقعها بشوف الأجر. من بكى على الحسين مقدار جناح ذبابة غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناح ذبابة، هاي ذبانة هسه تطير تفتر، هذا الجناح مالتها، الجناح مالتها بمقدار تذرف دمعة، بمقدار هذا الجناح. ما كلفك الله، ما كلفك ترى، ولا الحسين مكلفك، ما كلفك ابدا. مقدار جناح الذبابة اذا بكيت على الحسين، شوف الاجر اللي يعطيك اياه الله سبحانه وتعالى. من بكى وابكى 10 فله الجنة، من بكى وابكى 5 فله الجنة، من بكى وأبكى 3 فله الجنة، من بكى وأبكى 1 فله الجنة. بعد يا ابن رسول الله الإمام الصادق يسولف بعد، قال من تباكى على الحسين فله الجنة. هسه احنا جناح الذبابة ما أخذنا، اللي يريد ياخذ بجناح الذبابة. من تباكى على الحسين، هسه ما يبكي، تباكى، الهيئة مال البكاء يسويها على الحسين. من تباكى على الحسين فله الجنة. هذا المقدار اللي الله سبحانه وتعالى رفع به خدام الحسين. اكو رؤية انا شفتها في كربلاء، حسينية في كربلاء، الى احد تعرفون قاسم ابو الحلاوة بالكاظمية، حسينية عنده في كربلاء في شارع الوائلي، كل خميس يخدم بيها وأيام ال40. قبل 4 سنوات هذه الرؤية، والرجل إذا شاف البث يسمع. الإمام الحسين شفته بالرؤية أنه جالس، وإحنا كخدام بالحسينية قاعدين عليه نصف دائرة. هاي الرؤية حقيقية قسما بضلع الزهراء. قاعد الإمام الحسين وإحنا قاعدين عليه نص دائرة، و5 ورانا واقفين، 4 نور لا يرى منهم شيء، وواحد رجال شيبة عظيم الشأن تباوع له هيبة، والإمام الحسين قاعد قبالنا. نصا كلام الحسين وحق منبر الحسين وحق بالزهراء، نصا صار له 4 سنوات هذا الكلام ما ممحي الصوت من إذني.
نصا الإمام الحسين شي يقول؟ يقول اقصدوني فإني قاضي حاجاتكم من قريب ومن بعيد، ولا تقطعوا مجالسكم هذه، فإنكم عندما تقيمون المجالس الملائكة التي حول قبتي وحول ضريحي تأتي وتجلس معكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي عظمة مجالس الحسين. احنا الإمام من يقول رحم الله من أحيا أمرنا. يا بشلون نحيا أمركم؟ المجالس قيموها، ما يخسر شيء ابن آدم إذا قام مجلس على الحسين، ما يخسر شيء ابن آدم إذا قام مجلس على الزهراء، ما يخسر شيء ابن آدم إذا قام مجلس على زينب. شوف عظمة المجالس، والله نصا هذا الكلام، الملائكة التي حول قبتي وحول ضريحي تأتي وتجلس معكم. شنو البركة اللي موجودة بالمجلس؟ شنو البركة اللي موجودة؟ هو ذكر الحسين وحده بركة، وحده. ثق بالله العلي العظيم، قسما بالله والله وبالله وتالله، اخلص مع الحسين وحد الطريق يتبلط قبالك. مو مقرنص، لا، يتبلط الطريق قبالك، يتبلط وحده. الحسين هو يفتح لك طريق، الحسين هو يسوي يمهد لك هذا الطريق، وحد الحسين هو يتكفل بيك. شايف الرجل من يتكفل بيتيم؟ اي سئله يا ابا عبد الله، قلنا يا ابا عبد الله انا يتيم واريدك تتكفلني، والله يتيم واريدك تتكفلني يا ابا عبد الله. تخيل هذا المنظر، بس اخلص مع الحسين، بس اخلص، شوف مرتبتك وين ترتفع. ونظروا الى خدام الحسين، شوفوا هذا التوفيق، هذا المجلس الاسبوع اللي كل اثنين، هذا توفيق لو مو توفيق؟ هذا رزق لو مو رزق من الحسين؟ هذا رزق من الحسين، هذا توفيق من الحسين. اكو ابيات: حسين سواني كبيره، حسين سوى براسي خير، كنت وين وهسه وين، الف شكرا يا حسين. الله اكبر على هذه الابيات. كنت وين وهسه وين، الف شكرا يا حسين. بذل كل ما بذل عندنا الامام الحسين. بس زينب عليها السلام، هاي المرأة كافية. سيد الصدر رضوان الله تعالى عليه شو يقول خلنا نوصل مرتبة النساء، احنا ما نريد نوصل للرجال ولا اصحاب الحسين اللي بذلوا مواجههم دون الحسين، لا، خلنا نوصل مرتبة هذه الامرأة، خلنا نوصل مرتبة النساء، يلا نتعلى بعد وراها. ايش قد كلمة عظيمة هاي. والبعض لعنة الله على صدام، الله أكبر، لعنة الله على صدام. وين وصل؟ وين؟ لا قبر ولا ذكر. وشوف الحسين باقي الحسين إلى أبد الآبدين، والمجالس معمورة إلى يوم القيامة، لا حد يقدر يلغيها ولا حد يقدر يوقف بوجهها. صحيح لو مو صحيح؟ بوقت ذاك النظام كان ما حد يقدر يقيم مجلس، والناس تقيم مجالس بالسر. ليش؟ لأن مخلصين مع الحسين، فطرتهم مع الحسين، وش قد انعدموا، وش قد ماتوا، وش قد قتلوا في سبيل الحسين. بسبب ماذا؟ بسبب لأنهم يقيمون مجالس على الحسين، وهذا الإخلاص. ما همهم موت، ما همهم ذبح، ما همهم إعدام، كل هذا في سبيل الحسين. البعض اكو اشكال نريد نذكره. البعض يقول الامام الحسين ليش طلع زينب عليها السلام وياه؟ ليش طلع هاي الامراه وتحملت السبي؟ احنا في مقام زينب عليها السلام، في ذكرى شهاده زينب، ليش طلع زينب؟ ليش حملها كل هاي المصائب؟ اولا الامام الحسين من طلع زينب رادها اعانه وياه. ليش؟ لان شاء الله ان يراني قتيلا يراهن سبايا. هذا السبب الأول. السبب الثاني راد يبين للأمة أن هؤلاء القوم ليسوا مسلمين. ليش؟ لأن مو من شأن المسلمين أن يسبوا النساء. جيش أسامة من أرسل النبي صلى الله عليه وآله، أرسل للقتال، قال لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا. شجرة ما تقطعون وما تقتلون شيخ كبير.
ما تقتلون شايب وشجرة ما تقطعونه. هاي أخلاق الإسلام. أراد أن يبين ماذا؟ أن يبين هؤلاء القوم مو مسلمين، ولهذا سبوا زينب والعيال وروعوهن. وزينب هي تقول له ليزيد الخطبة العظيمة اللي وقفت مجلس يزيد على تكرجل، وقفته. ايش تقول له دخلتم إلى الإسلام كرها وخرجتم منه طوعا. قوة دخلوكم للإسلام وبالتالي خرجتم من الإسلام. خرجتم من الإسلام بحفاوة، بترحيب، بطبول. والدليل عندما استقبلوا ضعن السبايا إلى الشام، شلون كان الاستقبال؟ كان الاستقبال من المدينة ومن الكوفة عفوا ومن كربلاء إلى الشام. شلون كان الاستقبال؟ كان بالدفوف والطبول والمياه الساخنة. زينب عليها السلام سئلوها قالوا لها أعظم موقف مر عليك يا زينب وين؟ قالت لهم الشام، وأعظم موقف عندما رأيت امرأة تضرب رأس الحسين بالحجارة. الله أكبر، رأس مقطوع على الرمح، امرأة تضرب رأس الحسين بالحجارة. عجيب، هذا موطن من المواطن اللي تعذبت به زينب. تعذبت. بعد الموطن الثاني وذكرته، الموطن الثاني تقول عندما جاء العشائر ليأخذوا النساء. ايش صار زينب؟ ايش صار بهذا الموقف؟ كل من قال فلانة بنت فلان من العشيرة الفلانية فلتخرج، فلانة بنت فلان من العشيرة الفلانية فلتخرج. فلان الإمام الصادق يقول أنا، الإمام السجاد عفوا يقول أنا غطيت وجهه ودنقت. يقول رمقت عمتي زينب بنظرة فرأيتها متحيرة، تباوع تلتفت منا ومنا. بلكت واحد يصيح يا بنات محمد، بلكت واحد يصيح يا بنات محمد، وزينب واقفة بباب الساعات. ايش صاحت زينب؟ صاحت يا زينب يا خشمال الناس تتفرج علينا، عمت عين ليصد بالعين لينا. والله شمال الناس تتفرج علينا، عمت عين ليصد بالعين لينا. يغسل قال لن غايب ولينا، والله يغسل قال لن غايب ولينا. وراس على الرمح ينظر علينا. آخ يا زينب يا زينب، يا معان يا معان يا معان يا معان يا المالك عان يا معان. صاحت شعدد يا مصيبة او يا مصيبة، كنت مدللة وهسه غريبة. الله اكبر، والله شعدد يا مصيبة او يا مصيبة، من كنت مدللة وهسه غريبة. والله غريبة غريبة غريبة، وانا من الليل اخذ صن بنحيبة. تقول اخويا خويا 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 يا عباس يا خويا. تقول اخويا انا تمنيتك موجود. خويا أنا تمنيتك موجود بذلك الديوان. ودنت المنية من زينب، من دنت المنية التفتت لا أخوان لا وليان عند زينب. وين تروح؟ تمنت العباس موجود، تمنت الحسين موجود. زينب تلتفت يمين ويسار،
تقول له ظالمتني بقلبي يا قلب موت المن، والله يا قلب موت المن، ظالمتني الهزل والناس والتل، ظالمتني عقب عباس للطق. الله أكبر، من عقب عباس للطق ظالمتني هذاك وذاك كيف يهد علي، هذاك وذاك كيف يهد علي. مولاتي يا فاطمة الزهراء